هنعمل بقى النهاردة وصفة لذيذة ومغذية جدا، وكمان من غير بقى ولا قلي ولا شوي ولا الكلام من ده. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، كله كده على بعضه في قلب الطاسة. البتنجان والطماطم والفلفل وكله في قلب الطاسة واحدة زي ما انتم ما شايفين كده بالظبط. يلا بينا هنشوف هنعملها ازاي. هنبدأ كده ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شجعونا بقى كده بأجمل لايك وتابعوا معانا الفيديو للآخر، هتستفادوا جدا منه. طبعا احنا عملنا البتنجان بطرق كتيرة، لكن المرة دي هنعمله بطريقة برضو حلوة قوي. حطينا كده معلقة بس من الزيت، معلقة واحدة بس مش كتير. وبعد كده هننزل البتنجان زي ما انتم ما شايفين كده بالظبط. وبعد كده هنضيف بقى كمان حبيتين كده بقى من طماطم، وهنضيف قرن فلفل حبة، لو قرن فلفل بقى سبايسي زي ما تحبي. لو هنا بقى حابة تضيفي توم، فصين كده توم، ضيفي فصين توم برضو هتبقى حلوة جدا، لكن احنا ما بنحبش التوم فما ضفتش توم. هنشوحهم كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ولو البتنجان حاسه ان هو عايز معلقه زيت، حطيله معلقه زيت. عايزه اقولك ان البتنجان مش لازم ان انت تحطيله كميه زيت كتير ويشرب زيت كتير، لا، حطيله معلقه. عايز تاني حطيله، لان لما تحطي كميه زيت كتيره قوي وان هو مثلا تقليه كده في زيت كتير، فبيسحب معاكي زيت كتير جدا وبيشرب زيت كتير قوي، وتحسي ان هو طري كده ومليان زيت. لكن الطريقه دي حلوه جدا، حتى لو انت مش هتعملي الطريقه ديت، هتعملي اي بتنجان عادي مقلي، فما تحطيش كميه زيت كبيره. هنضربهم بقى كده بالهاند بلندر زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وطبعا هنا هتقولي ان هي زي بابا غنوج، هي طبعا هي زي السلطات طبعا من انواع بابا غنوج، و يعني بتتاكل جنب مشاوي، جنب مثلا شوية بطاطس، بتبقى جميلة جدا. عايزة اقولك ان هي احلى من بابا غنوج. هنضيفه بقى كده في طبق، ونضيف عليه بقى كده شوية اضافات يكمل بقى القيمة الغذائية بتاعته. ريحته كده وطعمه خطير. ضيفي بقى عصرة ليمونة، وضيفي كمان بقى سنة ملح على سنة كمون على سنة فلفل اسمر، وكمان بقى لو عندك طحينة يا سلام، هيوديها في حتة تانية خالص. بجد هتبقى جميلة جدا. اتمنى حبايب قلبي لو وصلتوا لغايه هنا وعجبكم الفكره، شجعونا باجمل لايك وكومنت حلو منكم واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات بتاعتنا الجديده، وكل حاجه بننزلها توصل لكم على طول. جربوه هيعجبكم جدا، بجد الطعم في منتهى الجمال. قدميه كده جنب اي مشاوي، جنب حبه بطاطس، اي اكله كده جنبيه بيبقى طعمه حلو قوي قوي. استنونا ان شاء الله في فيديوهاتنا اللي جايه، هتعجبكم جدا، بجد تحفه.